السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة، الزفلوان الزفلام للجميع. اليوم سنتحدث عن قضية فلسطين. أموال الجزائريين التي تذهب إلى فلسطين، هل فعلا تذهب إلى فلسطين؟ ونعرف من يدعم القضية والأقصى أكثر، هل المغرب أم الجزائر؟ هكذا نحط النقاط على الحروف لكي لا يبردعك أحد ولا تسلم عقلك لأحد. سأعطيك كل المعطيات. أولا، فلسطين بما فيها قطاع غزة تستعمل عملة الشيكل الإسرائيلي. إذن نمشي للجهة المقابلة اللي فيها السلطة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية، واللي هي في رام الله. والقدس الشرقية هذه فيها في رام الله، والقدس الشرقية فيها مسلمين ومسيح، في جهة ويهود في جهة أخرى. فهذه الأموال تذهب عند السلطة الفلسطينية، وتلك السلطة الفلسطينية تضخها عن طريق الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي وتوزع على الفلسطينيين. حطك في الصورة. وهؤلاء المسيحيين من الفلسطينيين طبعا لهم علاقات مع اليهود المستهودة، ويعني أصدقاء، وينعمون بهذه الأموال براحة في مدن إسرائيل، تل أبيب والخليل والضفة وغيرها. قلنا السلطة الفلسطينية تستعمل الشيكل الإسرائيلي، يعني أن أموال الجزائريين تذهب لدعم الاقتصاد الإسرائيلي. أيضا لدينا نعم، ماذا قلنا؟ ثم نمشي عند الفصائل التي تقاوم في قطاع غزة، يعني عندنا حمص والقسام وهذه الكتائب اللي يقول لك الجهاد والحركة وكذلك. هؤلاء أيضا من أموال الشيكل يتعاملون وتضخ في جيوبهم. هذه من جهة. الآن الأمر واضح. قلنا بأن الأموال تذهب إلى السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تتعامل بالشيكل، وبالتالي الشيكل يمر على البنوك الإسرائيلية ويوزع على الفلسطينيين من المسيح والمسلمين ليعيشوا ويسيروا حياتهم اليومية، لكي لا يخدعوك، لكي تكون في الصورة. لا وجود للعملة الفلسطينية في السوق، يوجد الشيكل الإسرائيلي. يعني اللي عنده عقل ومشي بردو نورمالمون راه فهم. قلنا بأن الأموال تذهب من أموال الجزائريين تحول إلى الدولار أو اليورو وإلى السلطة الفلسطينية التي يعني تستعمل البنوك الإسرائيلية. هذه الأموال تحولها إلى الشيكل وينزل السوق، ولما ينزل السوق يتعامل به الفلسطينيين في قطاع غزة بالشيكل الإسرائيلي، وفي المناطق المحتلة بالشيكل الإسرائيلي. يعني كل شيء ذاهب لصالح الاقتصاد الإسرائيلي. هذا من جهة. وهذه الأموال التي تضخ من قبل الأموال الجزائريين يستعملها حتى المسيح الفلسطينيين، وهم كثر، ويعني في العيش بحياة كريمة مع الإسرائيليين. نعم. هذا بالنسبة للدعم المالي من الجزائر لأبو مازن والسلطة. وأيضا هذه الأموال التي تضخ، هناك نصيب يسرق من قبل الفصائل الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية لهم ولأبنائهم، ويعني يتمتعون به في كبرى العواصم والبلدان العالمية مثل لندن وباريس، في الفنادق ما نحضروش. هذه هي. والاقتصاد الإسرائيلي يرتفع، وتستمر الحياة بين الفلسطينيين والإسرائيليين براحة. نذهب الآن للمغرب. أنا نحطك في الصورة، ما نجي لا مع هذا لا مع هذا. أنا مسلم وأريد أن أصلي في الأقصى فقط. أنا مسلم أريد أن يوما ما أصلي في الأقصى، سواء كانت دولة بوذية أو إسلامية، أو أصلي في الأقصى والأقصى إسلامي، وأرفع رأسي وأعود إلى وطني، لا يهمني أكثر من هذا. نذهب الآن إلى المغرب. مكاش اللي فهمك هاد الفهمة غير أنا. نذهب الآن إلى المغرب. المغرب لديه مؤخرا بسبب الضغوطات المتزايدة والظلم من قبل النظام الجزائري لتحجيمه وتقليصه وتجويعه،
يعني استعمل وطد علاقات مع إسرائيل وجلب تكنولوجيا من عندها للدفاع عن نفسه. المغرب لديه بيت المال يسمى بيت القدس أو بيت المقدس. لديه يعني، وهو الدولة الوحيدة الآن التي تعطي الأموال بشكل مركز واستمرار لبيت الأقصى والمقدس. ويعني المغرب لديها علاقات مع السلطة الإسرائيلية. فيعني تلك المبالغ المالية التي يقدمها المغرب من أموال الشعب المغربي للإسرائيليين تصرف على المقدس كبيت إسلامي وكمعبد يهودي ومسيحي. تصرف على القدس، يعني يستفيد منها كل مؤمن من مسلم ومسيحيين ويهود.